الخير أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. وهذا هو الفيديو المنتظر واللي وعدتكم به عن شلون خليت بطارية الآيفون تبقى 100% لمدة سنة كاملة. عفوا، هذا هو حول الجهاز، وباقي باكر اليوم آخر يوم للضمان، وباكر راح ينتهي ضمان الجهاز. معناها أنه صار له سنة كاملة عندي ضمان ضمن التغطية. وهاي البطارية مثل ما تشوفون اللي هي 100%. شلون قدرت أبقيها كل هاي المدة 100%؟ طبعا خطوات بسيطة، بس يعني بعض الناس ما راح تعجبهم هاي الخطوات كونهم ماخذين الجهاز حتى يتونسون به. لكن اللي حاب يطبق بعض هاي الخطوات أو كلها ويطول عمر البطارية أطول فترة ممكنة، فأول وأهم خطوة ممكن تسويها حتى تطول عمر البطارية اللي عندك وهي أنه تجيب شاحن أصلي. طبعا راح اترك لكم الصور الشاحن اللي ينباع بالمكاتب واللي على أساس هو أصلي، بس الشاحن حشاكم زبالة وبدون أي فائدة. شاحن يدمر عمر البطارية، شاحن أنا جربته بنفسي يدمر البطارية. يعني كان عندي جهاز بطارية 100%، خلال شهرين نزل إلى 95%. كنت أتوقع الخلل بالجهاز، جربته على جهاز ثاني ونزلت البطارية أيضا. فقررت أنه أترك سوالف المكاتب وأنه هاي الشاحن الأصلي وهذا الشاحن هو بس. ورحت جبت الميكدادو. شركة ميكدادو هي شركة صينية تصنع الشواحن وإكسسوارات الأجهزة. طبعا هذا ارخص براند موجود بالسوق، يعني انا ما اقول لك فقط تجيب ميكدادو، بس هذا ارخص براند عالمي ومعترف به موجود بالسوق. ميكدادو هاي سعر الشاحن 15,000 دينار عراقي. شاحن 20 واط بقدرة 20 واط. شاحن مو سريع جدا لكن جدا عملي. هذا الشاحن استخدمه على 3 أجهزة وكلهم البطارية مدى تنزل بيهم صار فترة طويلة. لكن قررت هذا الجهاز أجرب عليه من بطارية 100% ولحد الآن ما نزلت. فهذا أول شيء، هاي أول نقطة، وهي أنه الشاحن يكون براند. مو شرط ميكدادو، أكو هواي براندات، بس لا تجيب الشاحن اللي يقول لك عليه أبو المكتب ويقول لك هذا أصلي ومن شركة أبل. ماكو هيك كلاوات يبيعك إياه ب30,000 أو ب45,000 مثل ما سمعت من هواي ناس، وأنا يعني شخصيا اشتريت هذا الشاحن اللي قالوا عليه. فهاي أول نقطة. النقطة الثانية اللي لازم أنت تطبقها هي أنه ما تخلي شحن الجهاز يعبر لل90 وما تخليه ينزل جوا ال20. يعني تحافظ على هاي المدة بين ال20 لل85 أو لل80. تشحن الجهاز بهذا الحدود، ما تعبرها لا أعلى ولا أدنى. هذا راح يقلل من فترات، يعني كل بطارية بها عدد من الدورات، يعني ممكن 500 دورة، ولنفرض أنه 500 دورة، فأنت كل ما تشحن لل100% راح يكون يأكل دورة من هاي ال500. والعكس صحيح، إذا نزل للصفر أيضا تكون دورة كاملة. فأنت حاول تشحنه بين ال80 وال20 على طول. وهذا الشيء ما راح يعجبه هواي ناس، لأنه هو جايب الجهاز حتى يتونس به وحتى يستخدمه بشكل يستمتع بالجهاز. بس هاي الطريقة توصي عليها شركة أبل، فأنا طبقتها ومثل ما تشوفون البطارية 100%. الشغلة الثالثة أنه من شكل الجهاز على الشاحن، ما تستخدم الجهاز للألعاب أو الشغلات الثقيلة، أو يفضل أنه تعوفه فد مرة، يعني تخلي الجهاز على الشحن تعوفه تكمل شغلك وترجع له تفسخ من الشحن وتستخدمه. أنت أصلا من تخليه على الشحن راح ترتفع حرارته وتلاحظ هذا الشيء. فأنت تضيف على هاي الحرارة أنه تجي تستخدم الجهاز بشكل مكثف، سواء لعبة أو حتى تواصل اجتماعي أو حتى يعني أي برنامج آخر. ممكن ترد على رسالة أو تكتب فد ملاحظة، هذا شيء طبيعي. بس الشغل الثقيل أو المتوسط حاول تتجنبه أثناء شحن الجهاز. هاي 3 نقاط أنا حافظت عليها بشكل صحيح، وهذا اللي انطاني عمر بطارية يعني صار سنة كاملة الحمد لله والبطارية 100%. فهاي النقاط اللي أنا طبقتها من التعليمات اللي موجودة على موقع شركة أبل. ممكن هذه التعليمات كانت موجودة سابقا، حاليا ما أعرف إذا موجودة أو لا، بس طبقتها بحذافيرها. فإن شاء الله يفيدكم هذا الفيديو، وأكون نفذت لكم الوعد ووعدتكم وننزل لكم الشرح واستفاديتوا إن شاء الله. بالنسبة إذا تريدون شلون تقللون صرف البطارية، يعني مثلا هسه البطارية تشحنها لل80، شلون تحاول تقلل الصرف، مثلا أنه أكثر من ساعتين تطول يمك، سواء أنه كانت يعني في حالة تطول ساعتين راح تطول عندك فد 4 ساعات أو 3 ساعات ونص، وإذا تطول 5 ساعات راح تطول 6 ساعات إلى 6 ساعات ونص إلى 7 ساعات.
بطريقة أنه تطفي شغلات موجودة بالجهاز. فإذا عجبكم هذا الفيديو وتريدون الفيديو الجاي فاكتبوا لي بالتعليقات أنه أنزل لكم شلون تقللون صرف البطارية. شكرا لكم على المتابعة ودمتم بخير وفي أمان الله.